ملخص الحلقة التامنة من انمي فينلاند ساجا 2 في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتقول لي رأيك في كومنت، وكمان روح شوف الحلقات اللي فاتت كلها من الانمي دوت، وهتلاقي انميات تانية متلخصة. روح شوفها وقول لي رأيك في كومنت وحط لايك لو عجبك الفيديو. وطبعا كل اللي علقوا لي في الفيديوهات هحط اساميهم في الفيديو اللي جاي على طول، من ملخص الانمي اللي جاي على طول اللي هو انمي شيدنج كرافت. هحط التعليقات كلها بتاعت الانمي دوت والانمي اللي قبليه والانمي اللي قبل اللي قبليه. فطبعا علق بسرعة علشان اسمك يبقى موجود في الفيديو، وطبعا هيكون في نهاية الفيديو اللي جاي. تمام، يلا بينا على ملخص الحلقة الثامنة. بس معلومة كده على السريع قبل ما نرجع على الانمي، ان في 3 قنوات اصدقائي. القناة الاولى قناة انمي جيمي، والقناة التانية قناة كوكب الانمي، والقناة التالتة قناة جاليو انمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف نور الانمي. تبدأ الحلقة الثامنة بمشهد بيكون فيه سورفين وهو بيحلم بمشهد وهو شايف قصاده إينار وهو كان صغير، وبعد كده بيشوف نفسه وهو داخل علشان يقتل إينار ووالدته كده، ولكن هو بيحاول يوقف نفسه، بس كان نفسه وهو صغير وكده، فبيحاول يوقف نفسه بس ما بيعرفش، وكان يلاقي نفسه وقع في حفرة فبيصحى وهو بيصرخ. فإينار بيقول له أنت تصرخ كالعادة ومش عارف ايه، وبيصحي. وبعد كده بيقعد يحكي له على الموضوع، بيقول له انا سمعتك. النور بيقول له انا سمعتك بتقول اشيراتو وابي وكلام زي كده، فبيقول له حاجة انا مش فاكرها، وبيحاول يفتكرها وكده، بيقعد يفكر فيها طول اليوم علشان يفتكرها وكده، بس ما بيعرفش يفتكرها. وبعد كده هما بيكونوا بيروحوا عشان يساعدوا السيد الكبير، والد السيد اللي اشتراهم، فبيروحوا يساعدوه علشان ياخدوا منه الحصان كالعادة. وخلال وهم بيشتغلوا نروح لمشهد بيكون فيه الخدم بتوع المزرعة، ودول بيتكلموا ويقولوا ان ازاي عبيد يشتغلوا في الزراعة، ان الزراعة دي اصلا بتاعت الاحرار مش بتاعت العبيد، ازاي يزرعوا كده. وبيقولوا ان هما لازم يعملوا شيء علشان السيد كتيل شكله في حاجة في عقله وشكله اتجنن ولا حاجة، ازاي يخلي عبيد يزرعوا. وبعد كده بنروح نشوف إنارو سورفين وهم عمالين بيشتغلوا للسيد الكبير والد السيد كتيل، وهم عمالين بيقفلوا سقف حظيرة وكده، وإنار عمال يظبطه وعمال يحكي مع سروفين، وسروفين يقول له إن هو زمان كان في واحد اسمه أشيراتو، ودوت كان شخص قتل والده، وبعد كده سروفين عايز ينتقم لوالده، فبيتبعه في كل حروبه وكده، وبيحاول يقتله وينتقم لوالده، ولكنه مبيقدرش ينتقم في النهاية، وبيموت أشيراتو على يد واحد قصاد عينه. وساعتها هو بيحس ان هو زعلان، ازاي طب مش ده اللي كان عايز ياخد طاره منه. فأتاري بنكتشف ان هو بقى يحبه ومبقاش يكرهه زي الاول. فينار بيقعد يتكلم معاه، وبعد كده بيجي السيد والد كتيل وبيقول لهم انتوا كملوا اللي انتوا بتعملوه، انتوا بتتكلموا ليه، خلصوا بسرعة. بعد ما بيخلصوا بيروحوا معاه عشان يصطادوا شوية سمك، وبيقعدوا يصطادوا، وبيقعد يقول لهم احسن حاجة اللي انت فيها ان انت حاسس ان انت فارغ، لان الانسان لما بيكون فارغ بيبدأ من جديد وكده. فبعد كده بيسيبوا ويخلصوا الصيد، وبعد كده هما مروحين بيروحوا وعمالين يحكوا كده في الطريق، وبيروحوا المزرعة بتاعتهم ويكتشفوا ان القمح كله تم قتله، وان هما في حد شال القمح بتاعه من جذوره وقتل كل القمح وموته. فبعد كده بيقعدوا يقولوا ازاي قتل ماتوا كده. فبعد كده إنار بيقول لسورفين إنه عمره ما يموت لوحده، لازم حد عمل فيه كده، لأن القمح مهما كان فيه رياح أو كده عمره ما بيتخلع من التربة لأنه ناشف شوية وصلب. فبعد كده بيقول إن هو شاكك في الخدم بتوعه الحقل. فبعد كده إنار عايز يروح ينتقم وكده، ولكن سورفين بيمنعه ويهديه ويقول له اهدأ ومش عارف ايه، لازم نهدى شوية علشان احنا ما نقدرش نكلمهم لأنهم أحرار واحنا عبد. فبعد كده بيقول له نقول لباطر. وبعد كده اخيرا انور بيزهق ويروح لباطر. بعد كده بيحكوا لباطر عن الموضوع، وباطر بيقول لهم سيبوا لي الحقل اقعد احقق فيه واشوف مين اللي عمل الكلام دوت. وبعد كده هما بيقولوا له
ان احنا شاكين في الخدم بتوع المزرعة. فهو بيقول لهم تمام، هشوف الموضوع دوت واقول للسيد كتيل. وبعد كده بنروح لإنارة وسورفين وهم ماشيين وعمالين يتكلموا ومتضايقين، وبيقولوا احنا كده هنقعد فترة طويلة علشان نبقى أحرار مرة تانية. وسورفين عمال يتكلم مع إينار، وإينار عمال يفكر في نفسيته ويقول أنا حتى برضك لو خدت حريتي في واحدة اللي هي الخدمة اللي هو حبها، هي عمرها ما هتبقى حرة، لأنها ملهاش طريقة إنها تبقى حر بيها زي إنها تعمل علشان تبقى حرة. وعمال يفكر فيها وشكله يئس للعبودية وكده، فهو مش عارفين ايه اللي هيحصل معاهم وكده. وهم ماشيين بيقابلوا خدم المزرعة، وبيبقى إينار عايز يتخانق معاهم وسورفين بيحاول يمنعه، ولكن إينار بيروح يقف قصاد خادم المزرعة ويقول له انت اللي عملت كده في مزرعتنا، انت اللي قتلت القمح بتاعنا. فبيقول له انا لا اعرف عنه شيء. فبعد كده بيقول له قول الحقيقة ما تكذبش. فبيقول له اجل انا اللي قتلته وانا اللي خلعته وانا اللي قلعته من الارض. فبيقول له عامة كده كده اصلا انتوا مش مهم اصلا ان انتوا تزرعوا، لان انتوا القمح دوت من زراعة العبيد، معنى كده ان هو هيبقى ناتن ومعفن. فإينار بيبقى عايز يضربه، ولكن بنكتشف ان سولوفين ذات نفسه اللي منع إينار هو اللي ضربه وخد حقه، وقع على الارض وفكه بيبقى مكسور تقريبا. بقية الخدم اللي بيبقوا معاه بيحاولوا يضربوا إينار وسولوفين، بتبدأ مطحنة ما بينهم. بعد كده سولوفين بيتضرب ويقع على الأرض ويفكر في موضوع كده، ويلاقي أبوه بيحاول يقول له حاجة، ولكن هو بيقول لا يهم ومش عارف ايه، وبييأس تقريبا، وبتنتهي الحلقة على كده. فطبعا لو عجبك الملخص قولي رأيك في كومنت، وارزع اللايك العنيف، وحط كل حاجة مطلوبة منك انك تحط تعليق وكده، وتروح تشوف الفيديوهات اللي فاتت ويحط لي كومنت علشان احط لك في الفيديو الجاي. ويلا روح شوف الفيديوهات اللي فاتت كلها. يا رب تكون عجبتك كل الفيديوهات والفيديو دوت كمان، واشوفك في فيديو جديد. يلا سلام.